صاحبي اتصل بيا وقال لي انا عايز اشوف مجال تاني غير المجال بتاعي، مع انه حد محترف في مجاله. فبساله ليه؟ قال لي بيئه العمل بيئه سامه يا دكتور. بقول له ليه طيب؟ قال لي لا سامه، وانت سيدي عارفين البيئه السامه في العمل يا جماعه من اهم معوقات ظهور ونجاح اي موظف مهما كان درجه كفاءته، لأنها بيئة ملعونة تقتل الكفاءات وتقتل الموهبة وتغذي روح الرغبة في الرحيل بشكل كبير. مظاهرها بشكل كبير إن أنت بتستشعر إن مش شغال في كيان إداري ولا كيان مؤسسي، بتستشعر لأول وهلة إنك شغال في سوق العتبة حرفيا. ممكن تتكلم مع حد وتفضفض بأريحية في مجال العمل، تلاقي الكلمة متعددة الانتشار. توجه حد في التيم بتاعك تلاقي التيم ليدر بتاع الفريق الثاني او القسم الثاني عنده خبر بالمعلومة. في حالة بتتم من الاحتراق الوظيفي، ارهاق وظيفي. المدير ماسك استيكة بيمسح جهد اي موظف، مفيش اي مدح، بالعكس الامر كله مبني على القطع. انت مش مجتهد، انت مش مثمر، انت وجودك بقى فيه شيء من الانعدامية. وبناء على كل ما سبق بيفكر ويتفكر ويسعى الموظف المتمكن من قدراته ومن إمكانياته ومن ملكاته ومن ثماره اللي بيثمرها في أماكن عدة بالرغبة في الرحيل. لذلك نداء لكل مدير، لكل مدير قسم، لكل إنسان يسعى في تطوير ذاته: بلاش إحداث حالة من البيئة السامة، لأنها بيئة طاردة للكفاءات، وعلى النقيض الأمان الوظيفي مفجر للطاقات والإمكانيات. تحياتي.